أكلة النهاردة ده وقتها، أكلة الدفا، أكلة جامدة جدًا، عايزة أقول لكم عملتها النهاردة بطريقة يعني غير الطريقة المعتادة، وكانت حلوة وبُصّوا كان طعمه ما لهوش حل. فأنا هنا الطماطم دي يا جماعة أنا غاسلاها وشايلة منها الزر ومنضفاها، وهابتدي أعصرها إيه، في الخلاط عشان ما تقوليش بس أنتِ بتقطعيها 4 وتحطيها على طول في الخلاط، تمام. طبعًا قبل ما أبدأ الوصفة بتاعتي هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى جبت حلة حطيتها على النار وحطيت فيها حبة زيت، وهانزل بيها بقرن فلفل كده لزوم بقى اللي إيه، عايزة الموضوع يبقى spicy شوية. بعد أمّا الفلفل كده قلّيته شوية في الزيت، هانزل إيه بالطماطم اللي أنا عصرتها، وهاقلّبه وهاغطّيه أحطه على النار. هنا بقى الكرنبة دي شايفينها كنت جايباها ب20 جنيه بس من الفلاح، هاقطّعها بُصّوا بطريقة هي حلوة ومش حلوة، بس برضه ما عجبتنيش أوي، يعني هي طلّعت بُصّي القطعة مربعة بس هدّرت. يعني لمّا بامسك اللي أنا الكرنباية أفصّلها واشيل منها العرق وافصّلها على إيدي، أنا بالنسبة لي أحلى، لكن هنا كشكل عاملة مربعات، بس هتلاقي فيها تهدير كتير. يعني أنا بالنسبة لي مش هاقطّع الطريقة دي تاني، يعني أنا أول مرّة أنا شُفت شيف على النت مقطّعة الكرنبة بالطريقة دي، فقُلت أجرّبها. بُصّوا مطلّعة إيه، جزء كبير ربعات، وهتلاقوا فيها أجزاء اتهدّرت. فأنا بالنسبة لي اللي أنا أشيل العرق وأعملها أحسن، بس اللي عايز يقطّعها بالطريقة ديّة يقطّعها، اللي عايز يجرّبها يجرّبها. شايفين بُصّوا، أنا باحاول إن أنا أطلّع الجزء مربّع. هنقلّب بقى كده الطماطم بُصّوا شايفين شكلها وهاغطّيها. عايزة أقول لكم أنا فصّلتها في ثواني ما خدتش وقت، بُصّوا شايفين كلّها إيه إربع، لكن الأجزاء اللي تحت اللي ناحية الراس هتلاقي بقت صغنّنة واتهدّرت، يعني كل دوّة كده مربّعات، وفي أجزاء مش متضبّطة حاطّاها في المصفى لوحدها. هنا بقى حطيت حلة على النار أحط فيها حبة سكر وحبة كمون صغيرين، مش باحط ملح لأن الملح بيخليه جلد، وتاخدي كده جزء جزء أنتِ مقطعاه فوق بعضه وتنزلي بيه، وما تقلبيش عشان خاطر إيه ما يتلخبطش، تاخديه كده تطلعيه بالمعلقة متساوي في قلب المصفى، يبقى إيه كده فوق بعضه كله، تمام. هاسيب بقى الكرنب يتسلق وأحضّر بقية مكونات الخلطة بتاعتي. طبعًا أنا قشرت البصل وهاخرّطه كده على 4 وهاضربه في الكبة ضرب سريع، طبعًا الكبة دي المنقذة، إيدي ورجلي، بصراحة ربنا بتسعفني على طول. يبقى أنا إيه، وهتلاحظوا إن أنا ما حطيتش البصلة قليتها زي كل مرة في قلب التسبيكة، لأ المرة دي إن هاحط البصلة في الآخر، بصوا كانت جامدة وطعمها حلو جدًا. شايفين التسبيكة اتسبكت، شايفين شكلها وشايفين لونها، جامد جدًا. هاطفي بقى عليها وهاكمل بقية إيه التحضيرات بتاعتي. أنا خلصت البصل، هامسك بقى خضرة المحشي طبعًا غسلاها ومصفياها، هاخرّطها برضه وهاضربها في الكبة سمسم. عايزة أقول لكم رغم إن المحشي ده بكا، بس والله ما خدش مني وقت كتير، وكان طعمه المرة دي مش قادرة أقول لكم تحفة. ابني اللي ما بياكلش المحشي قال لي: "يا ماما من كتر حلاوته أنا مش عارفة أشبع." هنا بقى كده هنضرب الخضرة، يبقى أنا ضربت الخضرة وضربت البصل وعملت التسبيكة وفصّلت الكرنبة، يبقى أحضّر بقى بقية حاجتي على بعضها. هانزل بقى طبعًا أنا مش باحب أحط كل المكونات يمكن الورق يزيد معايا وأعمل خلطة تاني. هاحط حبة ملح وفلفل على البصل ده وأدعكهم في بعض كده، وأنزل عليهم بالخضرة، طبعًا وغاسلة الرز ومصفياه. والتسبيكة بتاعتنا الجامدة، بصوا شايفين لونها، شايفين الزيت فوق الوش إزاي، وريحتها جامدة. أنا حطيت لها بس فلفل أسمر بس وهي على النار، ما حطيتلهاش أي ملح. هنا بقى أحط بقى على الخلطة ملح، فلفل أسمر، كزبرة ناشفة، حبة زيت، ما باحطش أكتر من كده. عايزة أقول لكم إنِك تحطي البصلة نية على خلطة المحشي دي بجد تكة جامدة جدًا، وبتودي المحشي في حتة تانية خالص. هنقلب بقى، بس أنا باحب بقى المحشي بتاعي أحمر زيادة شوية، هاحط له تسبيكة تاني. وعايزة أقول لكم الخلطة كفّت بالضبط على الشعرة، اللي أنا عملتهم دول خدوا الكرنبة كلها، يعني اللي فضل ده كله حطيت البصل على الخضرة على التسبيكة اللي فاضلة حطيتهم في كيس في الفريزر. هنا بقى مقطعة جزر وطماطم وبصل، باعمل بيه أرضية للمحشي، لأنِك لمّا بتسوي المحشي بيودّي المحشي طعم رهيب، أكنِك بتعملي شوربة. شايفين؟ بُصّي بقى الورق كله متقطع مربع،
يعني هو بصوا معظمه مربع وتقطيعته حلوة جدا، بس للأسف اللي فيه تهجير، عشان كده أنا ما اقتنعتش بيه بالموضوع يعني. هنبتدي بقى، عايزة أقول لكم متقطع بصوا ما خدش مني كتير في تفصيله ولا في حشوه والله. لا عايزة أقول لكم، لا النهارده الكرومبا دي قرفتها خفيفة. هنحشي كده بسرعة بسرعة. كان طعمه رهيب، هايل. فانا بحب بقى احشي حله اسويها النهارده وحله اسويها بكره، ما بحبش المحشي يبيض. بصوا دي انا هسويها النهارده، والصغننه دي هسويها بكره، والخلطه اللي فضلت اهو حطيتها على بعضها في كيسه، احطها ايه في الفريزر، هتنفع في وقت تاني يعني. هنا بقى انا صفيت الصلصه يعني اللي فاضله من الخلطه، حطيت عليها حبه ميه على معلقه صلصه وحبه ملح صغننين، وهقلب. والميه بتاعت المحشي الكرنب يا جماعه لحد نص الصوبع اللي في الصف الاخراني، ما بيضغطيش الصوبع، نصه بيبقى مفلفل وحلو جدا. لكن الكوسه والفلفل بتحطش نص الحله ميه لان بينزل ميه، لكن الكرنب لا. هحطه بقى على النار، واول ما يغلي بوطي عليه النار. بص بقى لما بيغلي بتحسوا ان الميه اترفعت فوق، شايفين لونها احمر ازاي. هحط له بقى الصاجه بعد ما يتشرب واستوى، ما خدش تلت ساعه، وبحب يبقى فيه صوص. بصوا بقى هنقلب بقى المحشي بتاعنا. ريحه وطعم مش قادره اقول لكم، مفيش رزايه طالعه. الصبع ملفوف حلو جدا. بصوا ولا محشيه لازقه، لا كان رهيب. شايفين شكله جامد جدا. بصوا صينيه محشي من العيار التقيل. شايفين شكله، بصوا مفيش رزايه، شايفين لونه. وانا هنا يا جماعه وصلت نهايه الوصفه بتاعتي. لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليها بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتسلي على الرسول في الكومنتات، وتعملي لي متابعه، وتعملي لي مشاركه للفيديو عشان كل حبايبك واصحابك يستفادوا وانا استفاد. وقولوا لنا ايه رايكم، وبالهنا والشفا.